يعني كده نقدر نقول ان دكتور احمد كان محظوظ في اختياره الصح؟ طبعا. طبعا انا زوجتي بالنسبه لي تعتبر هي اعظم انجازات حياتي، لان هي مش عملت جواز بس، هي عملت بيت، عملت عيله. يعني ازاي قدرت توصل لمرحله ان هي تخلي علاقتي باولادي علاقه اب باولاده، بزوجه، بام، ببيت كامل متكامل. ازاي بننتظر اللي احنا ناكل مع بعض، سواء نتعشى مع بعض ايا كان ظروف شغلي، ازاي اللي احنا لينا وقت اللي احنا نسهر فيه مع بعض او نقعد نتكلم فيه مع بعض. دلوقتي دايما معظم البيوت الاهالي بتشتكي ان هم اولادهم ما بيتكلموش معاهم، ما بيقعدوش معاهم، او هم ما بيقعدوش مع اولادهم. الكلام ده مش موجود عندي بشكل كبير، بل بالعكس احنا بيت مترابط بشكل مقبول. ولادي اصحابي بيقعدوا معايا وبيتكلموا معايا وبيبقوا منتظرين ان انا ارجع من الشغل، مهما كان عندي بقى ظروف شغل طويل، وقت طويل في الشغل، الكلام ده كله. لا الحمد لله بينتظروني مهما كان، صيف شتاء مدارس مش مدارس، هم قاعدين منتظريني لحد ما ارجع بالليل. لازم يتعشوا معايا كل يوم بالليل، ولازم يقعدوا يتكلموا معايا. فطبعا ده مش هيحصل الا اذا كان الام نفسها قدرت ان هي يعني تزرع جوه البيت كله فكره ان احنا بيت، اللي احنا ازاي شركاء، اللي احنا ازاي نقدر نعيش مع بعض. فده طبعا ده من ضمن الحاجات اللي هي مسؤوليه الزوجه، اللي هي تقدر تعمل بيت، مش مجرد اللي احنا قاعدين متجوزين كل واحد ياكل لوحده وكل واحد يشرب لوحده، ما حدش مهتم بالتاني. الكلام ده كله لا، مش موجود. بل بالعكس اهتماماتنا كلها تقريبا شبه واحده، وتقريبا بيبقى لينا لازم وقت يومي نقعد مع بعض مهما كان ظروف شغلي.